سياسات مصر الثابته اللي ما بتتغيرش ومش هتتغير، اللي هي فيها ايه؟ وبأكدها مرة تانية، هي عدم التدخل في شؤون الآخرين. ادي نقطة. النقطة التانية اللي انا بأكدها وبكررها، مصر لا تتآمر. لما انا اكون موجود في مؤتمر القمة العربي الامريكي الاسلامي واقول فيه على استراتيجية واضحة لمكافحة الارهاب، وبعدها بيوم ولا يومين حد يوجه اتهام زي كده لمصر، ارجو ان احنا ناخده في سياقه. مصر ما بتعملش الكلام ده ومش هتعمله. مصر ما تعملش اللي هي تتعاون فقط من اجل البناء، وانا قلت الكلام ده مرة واثنين وثلاثة. نحن لا نقوم بهذه الاجراءات الخسيسة. احنا ما بنقولش بالكلام دوت. احنا مش هنقوم نتآمر ضد اي حد، وخاصة اهلنا وجيراننا اللي موجودين معانا. فانا النهارده هعمل تآمر واخلي عناصر تقوم بمهاجمة اشقائنا في السودان؟ ارجو ان الكلام ده يتسمع مش بس هنا في مصر. الرسالة دي للعالم كله. احنا بندير سياسة، شوفوا الكلمة اللي هقولها لكم دي، سياسة شريفة في زمن عز فيه الشرف. في الزمن عز فيه الشرف. احنا دولة رشيدة محترمة، تحترم نفسها وتحترم الآخرين وتحترم التزاماتها، وليها وجه واحد، وعمرها ما هتكون أبدا ديل لحد. مصر عمرها ما هتكون ديل لحد.